السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة هنتكلم كلام مهم جدا عن سكن مصر، مدينة حدائق 6 أكتوبر وسكن مصر على العموم في الطرح الجديد يناير 2023. في البداية بحب أرحب بحضراتكم، وياريت لو حضرتك أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتضغط لايك وتشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وأكبر عدد ممكن يستفيد بالفيديو ده. في البداية أحب أوضح إلى أن الطرح ده هو مش مشروع جديد، يعني مش مشروع هيتم إنشاؤه من أول وجديد أو موقع هيتم العمل فيه. لا، دي وحدات متبقية من أكتر من طرح سابق نتيجة لسوء التوزيع أو نتيجة لسوء التسويق للوحدات اللي فاتت. أنا يؤسفني إن أنا أقول ولكن التسويق في كل مرحلة من المراحل اللي فاتت كان كل مرحلة ليها عيب معين. في فترة من الفترات كانت العيوب اللي بتواجه عملية تسويق الوحدات سواء في جنة أو في سكن أو في دار مصر، عيب خطير منها هي إن هي كانت بتبقى فقط على القادر أو اللي عنده إثبات للدخل علشان ياخد مبادرة تمويل عقاري ب5% أو تمويل عقاري ب8%. فما كانش الطرح بينزل على 3 سنين أو 5 سنين بدون فوائد زي الطرح الأول والتاني والتالت تحديدا. طرح أول وطرح تاني وطرح تالت فيهم كانت بتنزل الوحدات بسعرها الرسمي، يعني سعر المتر وليكن 5000 أو 6000 أو 7000 جنيه، تضرب في عدد الوحدات، تضرب في عدد الأمتار بتاعة السقف بتاعة الشقة، فكان بيطلع لك قسط الشقة وقيمة الوحدة كاملة وبتقسمه على 5 سنين، بيطلع لك قيمة القسط ثابت بدون فوائد. ودي الميزة الجوهرية اللي موجودة دلوقتي في المرحلة الأولى. وفي المرحلة التانية هو إن أنت بتدفع قسط بدون فوائد. الطرح اللي كان بينزل كان تمويل عقاري، وده ما كانش بينطبق على ناس كتير ما كانش عندها إمكانية أو الشروط تتوافر فيها في إنها تاخد تمويل عقاري بشروط التمويل العقاري. للأسف التمويل دلوقتي نازل بشروط مجحفة، بأنها نازلة ب5 سنين أو على 7 سنين أو على 3 سنين بسعر أعلى من سعر الإيداع لدى البنك المركزي ب2%، يعني سعر فايدة هيصل تقريبا ل18%. 18% لو اعتبرناها 20 وضربتها في 5 سنين، يعني انت بالظبط هتدفع، بلاش نعتبرها 20، هنضرب 18% في ال5 سنين، يعني انت هتدفع 90% من تمن